يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. يلا بقى جايه لكم النهارده كده بفيديو جديد وروتين جديد، ويوم كده كله نشاط وتفاؤل ومليان حاجات كتير جدا جدا. هنعمل الكحك والبسكوت، وهطلع الهدوم الصيفي وعين الشتوي، وهنرتب كده الدنيا مع بعض بقى، ونعمل تنظيفات العيد. طبعا. انا عامله معاكم شويه حاجات كده قبل رمضان. الحاجات دي طبعا بتسهل عليا كتير قوي 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 في تنظيفات العيد. تعالوا بقى كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه كده هنبتدي بيها الكحك والبسكوت. عايزه اقول لكم ان احنا هنا اليوم ده صحيت فيه بدري. صحيت كانت الساعة تقريبا 8:30. طبعا عبال ما فوقت كده وخدت شاور وفقت كده كانت حوالي الساعة 9. بدأت بقى ان انا اعمل كحك والبسكوت. هقول لكم على المقادير بتاعته دلوقتي. مقادير هتطلع معاكي الكحك دايب وجميل وعامل زي النواعم كده في منتهى الجمال. اطعم من اللي بنشتريه من المحلات. وكمان برضو مقادير البسكوت هيطلع معاكي مقرمش كده وهش من جوه وفي منتهى الجمال. واقول لكم ازاي برضو تحتفظوا بيه. ان هو تاخدي منه يقعد على قد ما يقعد وهيفضل مقرمش زي اول واحده زي اخر واحده بالظبط كانك لسه عاملاه. اول حاجه كده. قبل ما اقول لكم يعني على مقادير الكحك، بس عايزه اقول لكم ان انا يعني اتاخرت عليكم الفتره دي، لان حماتي كانت تعبانه جدا جدا جدا. تعب شديد يعني، وكنت معاها، وده برضو اللي اخرني في التنظيفات بتاعه رمضان والحاجات دي. وهو نفسي برضو السبب اللي خلاني اقوم النهارده بدري واعمل الحاجات دي كلها مع بعضها، واشيل الفرش وادخل وعين الشتوي واطلع الصيفي واعمل كله كده في يوم واحد. اليوم ده كان هلك فعلا، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. بعد يعني ما بعمل الحاجات دي كلها التعب كله بيهون وبيروح لما بحس ان انا انجزت وعملت الحاجات دي كلها وخلاص عدت من عليا. هنا بقى الكحك هقول لكم على مقادير الكحك. هقول لكم مثلا مقادير كيلو دقيق. انا هنا ابتديت بالبسكوت الاول، وبعد البسكوت هعمل الكحك. تمام. اقول لكم على مقادير البسكوت الاول. مقادير البسكوت هقول لكم على مقادير الكيلو، وطبعا بتضاعف الكميه زي ما انت عايزه. كيلو البسكوت هنعمل كيلو دقيق، عليه نص كيلو من الزبدة، عليه ربع كيلو من السكر، عليه 4 بيضات كبار. ولو البيض البلدي لو هتعملي بيض بلدي صغير هتحطي 5، لكن لو البيض الأحمر بتاعنا العادي ده هتحطي 5 بيضات. وهتحطي كيسين فانيليا. وخلاص على كده. الناس اللي بتحط ريحة برتقان مفيش اي مشكلة، ولكن ريحة البرتقان بتخليه بتنشفه شوية، بتخليه طالع معاكي مفرول شوية. مش هينفع معاكي في القمع ولا في الكيس، هيبقى لازم تعمليه في المكنة. تمام. لكن البسكوت العادي اللي بيبقى ناعم ومقرمش وجميل ده ما بنحطش ريحة البرتقان، لان ريحة البرتقان زي ما قلت لكم بتخليه مفرول معاكي، فمش هيمشي معاكي في القمع ولا في الكيس خالص. تمام كده. طبعا بتحطي. لو هتعملي نشادر هو كده تمام. للناس بقى اللي حابه تحطي نشادر، هي النشادر ما اللي هي بتنفخوا حاجه بسيطه كده صغننه قوي. ولكن البيكنج باودر بيقوم بالدور ده. بنحط للكيلو دي برضو معلقه كبيره بيكنج باودر. لو انت بقى هتحطي نشادر هتحطي معلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر، او معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر. وهتحطي كمان نص معلقه صغيره نشادر، او معلقه صغيره بس ممسوحه. تمام. وهتقلبي الكلام ده كله مع بعضه كده في قلب بعضه. هتضربي الاول السكر والزبده مع بعض، وبعد كده هتحطي البيض وعليهم الفانيليا وهتضربيهم كويس جدا. وبعد كده هتقلبي بقى المقادير الجافه مع بعض. الدقيق هتنخليه مهم جدا، وبيساعد برضو في هشاشان البسكوت معاكي اما تنخلي الدقيق وتحطي عليه البيكنج باودر والنشادر. وتحطي رشة ملح صغيرة، ضفر ملح بس كده، حاجة بسيطة يعني. بيطلع معاكي بسكوت مقرمش وفي منتهى الجمال. انا كنت عاملة هنا لحماتي حاطة عليه ريحة برتقال. هي حباه كده يعني وبتحبه كده، وكل سنة بعملها كده يعني بيبقى حلو. ووالدتي برضو بتحب فيه ريحة البرتقال جدا، وطبعا احنا هنعمله في المكنة فعادي مش هيفرق معانا. هتشوفوا العجينة معايا دلوقتي هتحسوا ان هي ايه، يعني مفرولة شوية او يعني حتى اما تمشي في المكنه كده واحنا بنطلع البسكوت هتلاقوا برضو البسكوت مخرفش شويه، فده من ريحه البرتقال.
لو انتي استبعدتي عنها خالص هتلاقي معاكي طالع ناعم وحلو، وهتلاقي الشكل مظبوط كده وناعم، وهتلاقي برضو هش من جوه ومقرمش من بره وجميل جدا. تعالي بقى قبل ما اقولك على مقادير الكحك اقولك ازاي تحتفظي بيه. اول ما تعمليه اولا ما تحطيهوش في كرتونه، لان الكرتونه هتشرب كل السمنه اللي في البسكوت. عايزه اقولك حاجه كمان، ما تعجنيش فيه كتير وما تحطيش سوائل كتير. تمام، يعني ممكن تحطي ربع كوبايه لبن. ده في حاله لو البيض طلع معاكي قليل هتحطي ربع كوبايه لبن، لان ما ينفعش تحطي بيض تاني بعد ما اتعجن. لقيتي ناقص حاجة اعجني فيه بالزيادة. هنا بصوا انا بوريكم ان هي العجينة ريحة البرتقال مخلياها عجينة حلوة وكل حاجة، ولكن هي ناشفة شوية او مفرولة شوية. تمام، ولكن هي كده عجينة مظبوطة وحلوة، ودي العجينة بتاعت المكنة. تمام، هتعمليه في الكيس، هتزودي عليه 50 جرام من السمنة او 100 جرام من الزبدة، و اللهم صل على النبي. هتعمليه بقى في الكيس عادي. نيجي بقى عشان نحتفظ بيه، هيقعد معاكي ان شاء الله لو قعد سنة هيفضل معاكي مقرمش وجميل وكأنك لسه عاملاه، مش هتلاقي رطب ولا اضطر ولا اي حاجة. اول حاجة ما نحطهوش خالص في كرتونة، كرتون. لو هتحطي في كرتونة يبقى لازم تحطي فيها كيس من اللي هو بتاع الفينو، او اللي هو يعني بتاع الافران اللي في الفرن بيحطوا الصاج في قلبه كده، مش بتلاقوا في الفرن حاطين الصاج بتاع البسكوت او بتاع الفينو. معلش عفوا صوتي تعبني شوية. آه هنا كنت بعمل الكحك، بس بنتي كانت حاطت ايديها على الكاميرا، وطبعا ايديها مطرحها سمنه مطرح ما بتعمل معانا الكحك، فعملت الكاميرا شويه، لكن هتتعدل دلوقتي. انا هاخد بالي وهمسحها. هنا كنت خدت بالي ومسحتها. هنا بقى بدأنا ان احنا نعمل الكحك، كنا بنسوي في اخر حاجه في البسكوت اخر صاج، فبدأنا ان احنا نعمل الكحك. هقول لكم برضو على العجينه بتاعته دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى، هتحطي الكيس ده هتحطيه هتلبسيه كده للكرتونه وترصي في قلبه، وبعد كده تقفلي الكيس، وبعد كده تروحي قافله عليه الكرتونه. كل ما تيجي تاخدي بسكوت تطلعي كميه على قدك او على قد التقديم، وترجعي تقفلي الكيس تاني وتقفلي الكرتونه. كده لو قعد معاكي سنه هيفضل مقرمش زي ما هو، طول ما هو ما دخلوش هوا هيطلع معاكي ممتاز وفي منتهى الجمال. وهيفضل معاكي مقرمش. اقولك بقى على مقادير الكحك. الاول البسكويت، لو مش هتحطي في كرتونه هتحطي في حاجه بلاستيك عادي، اهم حاجه تكون محكمه الغلق. بيتباعوا تقريبا، انا شفتهم اللي هي الحاجات العلب البلاستيك الكبيره بتاعه البسكوت دي. هنا انا بوريكم بصوا الكحك دايب قد ايه. وعملت كمان اللي هو بعجوه دي، بحب اعملها زي القرص كده واحط على وشها سمسم كده كتير، بتبقى في منتهى الجمال. جربوها تعجبكم جدا. المهم ايه، المهم البسكوت نعينه في حاجه محكمه الغلق كده. انا كنت شايفه العلبه الكبيره بتاعه البسكوت اللي هي تاخد 3 كيلو بسكوت عامله 65 جنيه، والاكبر اغلى 10 والاكبر اغلى 10، يعني 65 75 85. تمام. هنا انا بدات اعبي بقى البسكوت في العلب دي عندي اهي. بدات اعبي فيها كده، هعبي برضو الكحك والبسكوت. وكمان عايزه اقول لكم انا سبت اختي تحت بتعمل بيتي فور، عجنته لها وكده وسبتها تعمله. وفي وقت ما انا كنت بغسل الفرش، انا هشيل معاكم الفرش دلوقتي بس حبيت اوريكم البيتي فور عشان نخلص من الحاجات دي كلها مع بعضها. قعدت بنتي كده واتنين من صحابها كانوا قاعدين معاها، قعدتهم كده وخليتهم ايه، يقعدوا يعني يعملوا معاها وكده ويلزقوه. سيحت لهم الشوكولاته كده على البخار يعني. سيحتها لهم كده وخليتهم بعده لزقوها. بعد كده ابتديت بقى ان انا اشيل الفرش كده كله واغسله. مقادير الكحك بقى هي الكحك الدايب كده اللي هو بالسكر. هتحطي كيلو دقيق عليه 550 جرام من السمن. طبعا لو اتعمل بالسمن البلدي هيبقى جميل جدا، وطبعا لو السمنه غاليه تقدري تستعملي نص سمنه ونص سمنه نباتي، ويعني نص الكميه سمنه نباتي ونص الكميه سمنه بلدي. تمام، يبقى هنا بقى يعني حطيت الحاجه تتغسل وكده، وكان خلاص المغرب فاضل عليه ربع ساعه. دخلت جهزت لهم الاكل، كان عندي اكل من امبارح وطلعته سخنته كده زي ما انتم شايفين، وطبعا الغساله شغاله. وهنا بدات بقى ايه ان انا اطلع الهدوم الشتوي اعينها وهحط مكانها الصيفي. اقول لكم بقى مع مقادير الكحك. معلش انا بخرج بس من الموضوع عشان بقول لكم انا بعمل ايه. كيلو دقيق عليه 550 جرام من السمنه، وال50 جرام دول بيفرقوا جدا. عليه يعني 3 معالق كبار كده من السكر.
البودر، وعليه معلقتين كبار مليانين من السمسم. هتحطي معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، كل ده على مقادير الكيلو. طبعا عايزه تحطي فانيليا حطي، بدل الفانيليا تحطي ريحه كحك، نص معلقه من ريحه الكحك، او تحطي آه فانيليا، كيسين فانيليا، تمام، او نص معلقه برضو من الفانيليا. في ناس بتجيب ريحه السمن البلدي، دي بلاش منها خالص، بتبقى مش حلوه. انت ما عندكيش، مش هتعملي سمنه بلدي، هاتي سمنه نباتي تكون ريحتها حلوه. في انواع سمنه كتير جدا جدا ريحتها حلوه جدا جدا وبتشبه السمنه البلدي، فانت تنقي سمنه ريحتها حلوه تعملي بيها. تمام كده، خلاص كده دي مقادير الكحك، وبتبسيه بقى كويس، والاحسن ان انت لو بسيتيه وسبتيه ساعتين وبعد كده تبداي تحطي بقيه المكونات وتعجنيها، هيبقى جميل معاكي. هنا بقى الكرتونه اللي انت شفتوها معايا دي طلعت منها، كنت عاينه فيها الصيفي وبحطها تحت السرير، طلعتها. شلت الشتوي كله من الدولاب، طبعا طلعت الصيفي حطيته على السرير، الشتوي خدته من الدولاب حطيته على السرير، وبعد كده طلعت من الكرتونه وبدات ان انا ارص كده زي ما انتم شايفين. لحد ما رصيت هدوم الاولاد كلها كده زي ما انتم شايفين. يعني انا بحب ارص الهدوم كده، مش بحب يعني احطها كده واكعبلها وخلاص. مخليه لكل بنت من بناتي رف، والرف التالت اللي تحت ده حاطه لهم فيه الهدوم الداخليه والحاجات يعني ايه اللي هي الخاصه بيهم كده، ولبس النوم والحاجات دي. وفوق بقى حاطه لهم البيجامات والترنجات وباديهات كده وبناطيل او الشرطه بتاعتهم، ممكن هم ممكن مثلا ينزلوا بيها الشارع يجيبوا حاجه او يطلعوا كده. والقطقم بقى بتاعت الخروج انا بعلقها في الضرفه التانية عشان تبقى متعلقه منظمه كده ومهندمه وحلوه. الحركة بقى اللي انا بعملها في النظام ده بتريحني جدا وبتخليني اخلص في اسرع وقت. هنا كنا بعد الفطار، شلت الفطار على طول وقلت اجي اعمل الدولاب بقى الاول وبعد كده ابقى اخش اغسل المواعين. عايزه اقول لكم ان انا يعني بطلع الحاجه كده ببقى عينها مترصصه، وبطلعها برضو برصتها كده بتطبيقتها، ارصها كده بالراحه في الدولاب. وبشيل برضو من الدولاب الهدوم كده برصتها، ارصها في الكرتونه، بحطها الاول على السرير وبعد ما برص الصيفي بروح حطاهم كده برصتهم في قلب الكرتونه. والجواكت بقى وكده بحطها على الوش، وبعد كده بقفل الكرتونه وابتدي عينها. علقت الهدوم زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم بقى ان انا ان شاء الله هنزل اجيب لبس العيد. انا خطفت منه كام حاجه كده، ناقص لي حاجات بسيطه قوي، لان انا دايما بجيب قبل شهر رمضان وممكن قبل شعبان كمان، يعني شهر رجب ده بيجي بجيب بنزل بقى اجيب لهم لبس العيد واحاول اخلص لهم فيه، لان على العيد بتبقى الحاجه غاليه. هنا زي ما انتم شايفين حطيت الشتوي اهو في الكرتونه، وببدأ ان انا اغطيه بشنطة بلاستيك كده وادخلها كده من الجناب علشان برضو التراب ما يعني ما يدخلهمش تراب وكده. وببدأ بقى ان انا اقفلها واعينها بقى تحت السرير. تمام. وبعد كده بقى هخش على المواعين اغسلها. عايزه اقولك بقى ان انا لبس العيد ما بستناش ابدا ابدا ان انا اجيبه في شهر رمضان، لان الحاجه الاسعار بتزيد جدا وبتبقى الضعف ومحدش بيرضى ينزل حاجه وبتبقى الحاجه غاليه، غير كمان ان بيبقى زحمه وبيبقى خلاص يعني ما فيش وقت. ففي اسباب كتير قوي 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 ما تخلينيش ان انا اجيبه في رمضان. طيب لو انت مثلا زوجك معهوش ان هو يديكي تجيبي لبس العيد ورزقه يوم بيوم او بياخد بالاسبوع، او ماديا يعني مش هينفع ان هو يديكي تجيبي في شهر رجب او في شهر شعبان او قبل كده يعني. انا بقى انا بقول لكم كده عشان انا مريت بالظروف دي. تمام. فكنت بعمل حسابي في العيد اللي بعده او السنه اللي بعدها، بعمل حسابي ان انا ببقى عامله جمعيه، وببقى مظبطه ميعادها ان انا هقبض مثلا، ولا انا عايزه اقبضها في شهر كذا. تمام. طبعا ما بيبقاش بقى في الاول ولا كده، ده هما كمان بيفرحوا ان انا مش هاخدها في الاول. فباخدها بقى مثلا في النص او في الاخر على حسب هي كام اسم. وبقبضها مثلا قبل شهر رجب، ببقى حاسباها كده، ولا مثلا ادهاني في شهر 3، ادهاني في شهر 2 كده، ادهاني في شهر 1 بحسب، وبقول لها ادهاني في شهر كذا. طبعا بتدهاني قبل شهر رجب بشهر. وممكن لو الجمعية عاملينها بعد العيد على طول، بعد العيد الكبير على طول، بقبضها قبل شهر رجب بشهرين. باخدها برضو ببدأ اخطف بيها حاجات. لو هتقولي لي بقى مثلا لبس الموضة ومش الموضة، انا ما ببصش على الموضة قد ما ببص على الحاجة الكويسة اللي تليق على ولادي. يعني مثلا برضو مش بجيب حاجات قديمة. انا عايزة اقول لكم ان انا اللبس اللي انا جبته هو يعني في محل كده انا بجيب منه حلو جدا، بيبيع بسعر المصنع.
بقالي دي تالت سنة بجيب منه، يعني بقالي 3 سنين من ساعة ما عرفته. بيبيع لبس جميل جدا وبسعر حلو قوي قوي قوي. وانا في الفيديو ان شاء الله هقول لكم على الاسعار، مش هتصدقوا. بس والله العظيم يعني الاسعار اللي انا هقول لكم عليها دي هي الاسعار اللي انا جايبه بيها بجد. فبجد على قد الغلا اللي احنا فيه، عايزه اقول لكم ان انا جايبه اللبس ده، يمكن هتلاقوني جايبه الهدوم كلها بسعر طقمين من الطقومه الاسعار بتاعت دلوقتي. فيعني انا ببص على الحاجه اللي تليق على ولادي، الحاجه الماتيريال بتاعتها كويسه، الحاجه اللي تعيش معاهم في نفس الوقت، الحاجه برضو اللي تبقى غسيل ولبس. يعني بتبقى حاجات حلوة وببقى مش مستعجلة، فاهمين ان انا ممكن استنى كده في شهر رمضان، فبقى مستعجلة على ان انا اجيب الحاجة عشان خلاص ما فيش وقت وهجيبه خلاص، ده اللي تطلع حاجة وحشة. لكن لا، انا بجيب الحاجة بتأني، بيبقى قبلها بشهرين ب3 شهور بجيب الحاجة بتأني كده، وبتطلع عليهم جميلة، وبقيس عليهم اللون اللي يناسب مع بشرتهم كده، عشان يبقى مثلا مفتح وشهم او لايق عليهم. اللبس برضو اللي يبقى لايق عليهم، الهدوم تبقى لايقه عليهم، ولا تبقى مبهوقه عليهم، ولا تبقى كده، فاهمين؟ فبجيب لهم الحاجه بتبقى لايقه عليهم ما شاء الله، يعني تبارك الله، بتبقى الحاجه جميله جدا جدا عليهم. وفي نفس الوقت ما بتبقاش غاليه قوي كده يعني. وفي نفس الوقت برضو بجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. وما بقى، يعني انا عايزه اقول لكم ان اللبس بتاعهم كلهم، يعني مش هحرق لكم المفاجاه، لما بوريكم اللبس ان شاء الله الفيديو الجاي هبقى اقول لكم على الاسعار وهقول لكم على كل حاجه. بصوا بقى، النهارده اليوم كان خلاص بقى، انا تعبت وكنت ببدا ان انا اشطب كده في الحاجه. كنت بجد بجد حرفيا خلاص يعني مقفله وعايزه انام. واليوم ده عايزه اقول لكم ان انا شربت فيه بعد السحور كوبايه قهوه، وبعد الفطار كوبايه قهوه، وما بين السحور والقهوه يعني ما بين الفطار والسحور برضو شربت كوبايه نسكافيه. فخلاص بقى ده اللي كان موقفني كده من الساعه 9 الصبح على رجلي، لحد كنت خلاص كانت الساعة 1. فعملت الحاجات بتاعة السحور كده، وقلت لهم انا هخش انام بس ساعة ونص كده ولا ساعتين، واول ما تيجي 3 صحوني. وبالفعل اول ما جت الساعة 3 صحوني، والمنبه برضو رن، وصحيت وعملت لهم السحور واتسحرنا، ورجعت نمت تاني ما دريتش بدنيا. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتاخرت عليكم معلش سامحوني، لان حماتي كانت تعبانه جدا. بعد الشر عنكم يا رب، كان عندها زي جلطه كده، هي زعلت وجات لها الجلطه دي طبعا، فكنت قاعده معاها ما اقدرش اسيبها. كنت ببدل انا وبنتها، هي تقعد معاها يوم وانا يوم. فالحمد لله الحمد لله اتحسنت وبقت كويسه، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. انا مش زعلانه خالص، بالعكس انا مبسوطه لانها دعت لي كتير جدا جدا جدا. وبصراحه يعني دعوتها يعني ما اقولكوش بصراحه، يعني بحب اراضيها علشان خاطر تدعي لي. ده كان الفيديو بقى بتاعنا النهارده، ويا رب اكون افدتكم كده.